عمري ما توقعت إنه أنا أكون موجودة هنا اليوم، لا أنا ولا فريق برنامج نجاح هون. ضيفتنا متفردة لأنها الوحيدة في تونس وفي العالم العربي التي اقتحمت هذا المجال. زينب ذات 26 عاماً اللي موجودة اليوم كضابط في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني التونسي. لأنها استثنائية وحلقتنا استثنائية وظروفها استثنائية، فلا بد أن تظهر لنا ولكم ملثمة نظراً للاحتياطات الأمنية. زينب، يعني أنا ماني عارفة من فين أبدأ. ألف سؤال يدور في مخي. كيف جاء على بالك أصلاً إنك تشتغلي في هذا المجال؟ الوحدة المختصة للحرس الوطني هي عبارة عن حلم من صغرتي، خاطرني من الصغرى مغرومة برشا بأفلام الأكشن، مغرومة برشا بالكوموندو. ديما ثمك السؤال نتاع المعلمة، شنو كي تكبر شنو تحب تطلع؟ أيوة. شنو تحب تولي تخدم؟ أيوة. أنا ديما غرامي إني ندخل في الحرس معنا. وقت اللي كملت التدريب القاعدي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببربو رقبة، اكتشفت إنه عندنا وحدة مختصة متميزة برشا. حسيت روحي سي بون، معناها وصلت للحاجة اللي نحب عليها. وضعك خاص جدا زينب، لأنه يمكن ما تقدري تظهري صح في أي مكان بدون ما يكون في قناع. يسبب لك أزمة الموضوع هذا؟ ينجم يكون الإرهاب معانا، عايش معانا. هذاك علاش ما نجموش نظهروا وجوهنا كخصوصية لنا احنا وكحماية. هذا نقطة مرات تضايقك أو تحسي إنك تعودتي على الوضع عادي خلاص؟ لا عادي، تعودت على الوضع عادي. بالعكس أنا ماذا بيا ديما لبستها كومبتي، وماذا بيا ديما نخدم. ماذا بيا ما نخرجش في السيفيل، ديما عايشة في الجزرنة وعايشة في الخدمة. يختلف تدريبك عن تدريب زملائك، أوقات التدريب، حتى يمكن ضغط التدريب؟ هو يختلف بيننا احنا وبين الحرس العادي، ولا بين الحاجات المدنية اللي يعملها الإنسان العادي. لكن احنا كي نتدربوا في المجموعة ديما تلقى تشجيع أكثر، ديما تلقى صاحبك يشجعك حتى وقت اللي تطيح ولا تحس روحك فشلت، ديما تلقى صاحبك يشجعك أكثر، يهزك. احنا نعرفوا إنه المضار خداع، نجم تلقى شكون معناها عنده كتلة عضلية كبيرة، لكن كوتي بسيشيك ولا كوتي مونتال تنجم تكون ضعيفة. جزء كبير من التدريبات حقتكم أيضاً الذهنية، يعني فيها أكثر. تركيز. صح. أكثر. صح. الذهنية. صح. احنا فما شعار نستعملوه برشا لهنا اللي هو train as you fight, fight as you train. يعني حتى لما تتمرن ديما انت في حالة حرب، دايما انت سو ستريس، ديما تلقى تتمرن على الحاجات الصعبة. لما تخرج للميدان ولا لما تخرج للمواجهة ديما تلقى روحك حاضر. زريت الطلايع، عمرك حتى مدرب اصلي حاضر. باتجاه ميادين تدريب، هرول! هرول! ثلاثة واحد. ثلاثة أخوان. بديك يا لم. واحد اثنين ثلاثة. زينب بنت لوحدك بين آلاف الرجال، إلا ما يكون في شعور مختلف، إحساس إنه أنت في النهاية بنت وهذول في النهاية رجال. كيف يكون التعامل في المعسكر؟ الحقيقة أنا من المرة الأولى ما عنديش مشكل، كيف بالتدريب وبتأطير من المدربين وبالمهام بالخدمة مع بعضنا، وأنا كيف فرضت روحي
تقبلوني، واحنا بطبيعتنا في الوحده المختصه ما عندناش نساء، كلنا رجال مع احترام الجنسي، اما احنا كلنا رجال. وقت اللي هما باش يعاملوني كمراه وانا نقدم روحي كمراه باش تولي فما معامله خاصه وتمييز. وانا ما نحبش الحاجه هذيك. نحب روحي كيفهم، نتدرب كيفهم، نتمرن كيفهم، نهز نفس الشارج كيفهم، نفس الحمل، نفس الوجاعه، كل شيء كيف. لما تكوني عارفه انه عندكم مهمه اليوم، كيف تتحضري يعني نفسيا جسديا كيف؟ اول حاجه نحضر روحي نفسانيا، نكلم دارنا، نحاول كيفاش نكذب عليهم شوي، معناها ما نقولهمش اللي انا خارجه مهمه، اما نقول لهم مثال راني عندي تدريب في منطقه معينه عشان ما يتقلقوش عليا. ونحضر ماتريالي كامل نستحقه كله، من ملابس، من اعاشه، من ماتريال، اي حاجه. لازم تكوني نايمه كويس ومرتاحه بشكل جيد، ولا تدريباتكم تعودكم على انكم دائما تكونوا مستعدين ومركزين في اي وقت؟ هو لازمك تكون مستعد في اي وقت عادي، حتى انا وياك تو نحكوا ويكلمونا جي تليفون تخرج مهمه لازمني نخرج. لازم تكون حاضر في كل وقت. بعد المهمات زينب، يعني الواحد مرات ما يعرف الظروف، قد يفقد بعض الأصدقاء أو الزملاء في مهمة معينة، كيف تتعايشي مع الموضوع؟ هو صارت الله يرحمهم عاطف الجبري وأشرف بن عزيزة، ماتوا في وسط المهمة، لكن كملنا المهمة ومن بعد في الآخر ركزنا على الجانب هذاك. لازمك تتغلب على روحك وتتقوى، خاطر احنا أكثر تركيزنا في المهمة، وماذا بينا ما نخسروش أكثر عباد، أكثر أصحاب، وذوكم راهم أخواتنا، خاطر اللي عايشينه احنا مع بعضنا أكثر من اللي عشناها مع عائلاتنا لبرا. تجاوز هذه الفكرة أو المرحلة قديش يحتاج؟ هل كمان في مساعدة؟ أحيانا تحتاجوا المساعدة، مثلا مختصين، أطباء نفسيين، عشان تتجاوزوا هذه المرحلة؟ هو ما نجموش ننساهم، خاطر هذوكم اخواتنا واللي عشناهم معاهم أكثر من اللي عشناهم مع عائلاتنا، الله يرحمهم الكل. ما نجموش ننساهم، خاطر في كل مرة نعملوا ذكرى لوفاة شهدائنا، كيف تصير انفيتاسيون لعائلاتهم يجوا وحدانا، نمشوا لهم هما، ما تنجمش تنسى. وكيف معناها في الوحده المختصه عندنا طباء يجونا يعملوا لنا تاهيل نفسي، يجوا معناها يعملوا لنا كونسلتاسيون كامله. حاجات بسيشيك ولا حاجات بدنيه، معناها عندنا متابعه كامله، كل حاجه يستحقها المقاتل موجوده عندنا. انت حامله السلاح وتطلق الرصاص، يعني انت في النهايه هذه انت قاعده تقتلي شخص ما، ايضا اشعر انه ممكن يكون مؤثر، مع انه الواحد عارف يعني اكيد اعداء الوطن في النهايه هذا الجزاء المنطقي، لكن انت في النهايه يعني انسانيا. خاطر هو في نفس السيتياسيون نتاعي انا، هو بطبيعته ماذا بيه باش يقتلني، نولي انا نقتله قبل. تولي ما ثماش رحمه. احنا بطبيعتنا ماشيين للجبل حاطين في مخاخنا اللي احنا رانا باش نقتلوهم. كان جوه هما رجال بالرسمي راهم يوجهونا، ما يبقوش متخبيين غادي، اما احنا من القوه نتاعنا نمشوا لهم للمكان اللي هما ساكنين فيه. طيب زينب، ايش اهم العمليات اللي شاركتي فيها؟ كما تعرفوا قامت الوحدة المختصة منذ 2011 برشا مهمات، شاركت في البعض منها واللي كانوا ناجحين. قمت ب4 عمليات، كان شعور رائع جدا انك تقتل ارهابي، وفرحانه برشا وفخوره بالعمليه يعني عملتها. حماة الوطن، يعني حميتوا اهلكم وناسكم انا كل فداء لتونس، والاخر لحظه والاخر قطره دم راني مع تونس، وعمري ما سلم في بلادي. في زميلة انضمت لك مؤخرا، ويمكن انت مستبشره فيها خير وفرحانه فيها انه صار عندك زميله. فما طفله تدرب ما شاء الله عليها، نشوف فيها روحي، نشوف فيها المرحله اللي انا تدربت فيها، كما انا حافظوا عليا وعاونوني ووقفوا معايا الرجال اللي يخدموا معايا، كيف انا لازم نكون كاخت وكصديقه وكأم في نفس الوقت. ومرحبا بالزميلات الكل، وحاجه تفرحني برشا كي نشوف برشا زميلات معنا. زينب، يعني يمكن أنا شفتك من غير الماسك،
ما شاء الله عليكي قمر، جميلة جدا. كيف تحسي وانت الآن باليونيفورم هنا معانا وبس تروحي البيت ممكن تلبسي دريس تعملي ميك اب خفيف؟ أنا مرأة تونسية ومرأة كل كولاجيست، معناها اقتحمت مجال رجولي. ديما تبقى خدمة وديما السيفيل يبقى سيفيل، معناها البرا نعيش حياتي كامرأة، عندي صحابي، عندي علاقاتي، عندي حاجات نعملها مع دارنا مع الأصحاب، كل حاجة في بلاصتها. تحسي